وهذه الغنم، لكن هالحماه منعوني. بس 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 والله طردوني هذولا. حماه ما بعدهم حماه. مشاهدي قناة المسافر للتغطيات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واسعد الله جميع اوقاتكم بكل خير، وحياكم الله في هذه التغطية للحياة اليومية لبعض سكان المناطق الجبلية جنوب المملكة العربية السعودية. طبعا هذه الإبل العوادي وعايشة دائما في الجبال، بس يعني جات البارح تشرب والآن نرجعها مكانها. طبعا ما حصلت موية هناك، وإن شاء الله الآن اليوم نأمن لها الموية في المكان إن شاء الله بإذن الله. تأخذ الإبل هناك بالشهر والشهرين في الجبال ما تشرب الموية، وبالذات في الأيام الباردة. طبعا هذا حليب بدون ظرمة وبدون شيء، كل ما تاكل ما يسقع، والله ما نعطيها شيء الا من الجبال تاكل ترعى. هذه الإبل العوادي تسمى العوادي لأنها تعدي في رؤوس الجبال اللي تشاهدون، وتاخذ بالشهر والشهرين وهي فوق. واهل الحلال يقومون سلكم الله بتأمينها بالماء فوق بواسطة أكرمكم الله وسائل النقل الحمير. يشيلون المياه بواسطة القرب في زمن الأولين من الآبار طبعا، ويطلعون بها قمم الجبال عشان يسقون حلالهم. الآن عندنا رحلة تحكي لنا هذه المعاناة في زمن الأولين في نقل المياه إلى أعالي قمم الجبال. الآن بعد ما شربت الإبل تطلع إلى قمم الجبال للمراعي. نعم. كم تأخذ يوم فوق يا أبو؟ والله أحيانا تأخذ بالأشهر، إذا وجدت الماء تأخذ أشهر، وترى أحيانا هناك في موية تواجد في الأوباد وفي أماكن تجمع المياه، ولكن يجي أوقات شدة مثل هذا الوقت يعني يكون الماء يقل الموية ونضطر أن نحن نسقيها هناك. تمام. الآن نوافيكم بتقرير عن الوضع هناك. الآن تعتبر سرحت. اي نعم سارحة الآن. تمام. طبعا هذا جزء من حياتنا اليومية يا أبو حاتم صاحب قناة المسافر، حياك الله. زرتنا في هذه المنطقة، تحملت العناء من أجل الوصول إلى يعني إن شاء الله برنامج طيب يقنعك أو يفوز بإعجابك وإعجاب المشاهدين. هذه حياتنا اليومية بدون تكلف. سرحنا الإبل فيما بعد، ثم الآن جاء دور الغنم المعزة نرضع أولادها بهذه الطريقة، وإذا انتهينا إذا فيها حليب زايد نحلبه، وإذا ما فيها حليب يرضعها ابنها ونعزل ابنها عنها، والغنم نسوقها إلى الجبل، وإن شاء الله تشوفونا في طريقنا في الجبل. طبعا مثل ما شاهدتم مشاهدي الكرام، حملنا وسائل النقل الحمير أكرمكم الله بالمؤن اللي نحتاجها في قمة الجبل، سواء من أكل أو من مياه وكل ما نحتاجه. والآن ما شاء الله تبارك الله معي أعضاء الرحلة. حياك الله يا أبا حاتم. نحن الآن ننتقل إلى المرحلة الثانية، وهي المكان اللي نسقي فيه الغنم، ونجلس ونوريكم كيف العمل في هذه المنطقة. وكثير ما نسمع المثل اللي يقول الحمار يدل دربه أكرمكم الله. الآن بعد ما حملنا الحمير بهذه الحمولة سواء كان من المياه أو غيره، هي تعرف طريقها حتى قمة الجبل. دم هيو يقول المغني على طرق الجبل يقول ودرج على المهل وكانت الطلعة عنية. هي الله
لكن من همم أهل القمم أنهم دائما يقومون بالحداء أو الأهازيج اللي تحثهم على طلوع الجبال. فمنها مثلا الطرق الجبلي اللي شرف فوق بنسمعكم منه. معنا ولله الحمد أحد الشعراء في هذه الرحلة، وحنا موفقين إن شاء الله هناك تسمعون ما يطربكم بإذن الله. قدام عشان ما اروح، خلي تمشي قدام ها، لأن في شيء سريعة وشيء على مهلة وشيء محملة كثير وشيء على خفيفة. وهمة حتى القمة جماعة الخير، ماني يتوقع انه فيه لي ممدود من اعلى هذه الجبال. نعم نعم، من قرية، من اعلى قمة في شهدان، من هنا حوالي 8 كيلو. يعني هذه المنطقة من الجبل الى هنا 10 ذاك كيلو واحد. يعني المسافة يمكن من هنا، شو شايف المسافة هذه يا ابو حاتم؟ المسافة هذه يعني ثمن المشروع، ثمن هذه كيلو فقط إلى هنا، ومن عندنا هنا إلى آخر القرية كيلو، والبقية يعني باقي 6 كيلو ورا الجبل هذا، ممدودة عرض جبال يعني ما حد يصدق كيف عبرنا منها. في أماكن مربطين أنفسنا بحبال حتى نوصل اللي ونعدي من المكان هذا. الله يبيض وجهك. طبعا مهندس هذا المشروع، مشاهدي الكرام، هذا الرجل اللي والله العظيم ما ابغى اتكلم ولا امدحه قبل الكاميرا ولا امامكم، والله العظيم انه قام بجهود جباره، سواء كان توصيل الماء او الاسفلت الى هذه القريه، قريه ليكه، قرية ليكه. الحمد لله نحن معنا مجموعة من الشيبان والشباب يعني داعمين، أبناء المنطقة في كل عمل ما شاء الله عليهم، متفاعلين. وحتى أن نحن يعني عامل لنا زي ما تقول احتجنا فرقة نفرق للي يراجع صندوق مثلا، صندوق نعم، للي يراجع في طريق، يراجع في مويه، يراجع في أشياء هذه ما يكون يعني هو اللي مختص بالخسارة والتعب والحمد لله يعني جهودهم جنوا ثمارها، أثمرت الحمد لله. تمام. نحن في دولة عظيمة حفظها الله، ما في شخص كما أسلفنا سابقا يدق باب أي مسؤول مرة ومرتين إلا ويتحقق طلبه. الله يبيض وجهك. قيادة عظيمة حريصة على المواطن في أي مكان. هوي 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 شوي 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 هوي 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 متعودة حتى ما شاء الله. انزل هوي هوي هوي. طبعا هذه من المحلات اللي فيها شوية صعوبة، تنزل مع بالعوادي وتنزل واحدة واحدة، لكن إذا تزاحمت يكاد أن يعني تدف بعضها بعض في أماكن يعني خطيرة شوية. وها هي الآن مع هذه الطريق. طبعا ما يسلك هذه الطرق الإبل العوادي، الإبل الساحلية أو الإبل اللي يكون من جهة نجد مستحيل تسلك الطرق هذه، لأنها تتعب وسبحان الله ينقص حالها ولا حتى ما ترعى. والله ناس جابوا إبل من سواحل وجابوا شيء من جهة الشرق ومن جهة نجد، تتعب حتى آخر شيء تموت. طبعا هذه الصخرة هذه طبيعية، ولكن فيها جزء كان مكسور. قمنا بالاستفادة من هذا المكان، بنيناه وليسناه وأصبح هنا جزء طبيعي كما خلقها الله، وجزء بسيط مبني ومليس. طبعا عاملين له من هنا مسقى يتعبى، تشرب من الغنم وتشرب من الوحوش وتشرب من الإبل. يعني هذا سبيل حاطين في هذا المكان، وهذا يمكن رابع أو خامس مكان مسوين بهذا الطريق. تبارك الرحمن. يعني هذا ياخذ وايد، هذا يمكن ياخذ 10 طن. يعني مشاهدي الكرام، الإنسان يفكر ويخترع، والحاجة هم الاختراع. عملوا هذا المسقى ووضعوه وهيئوه ويتعبى بعد الله سبحانه وتعالى بواسطة مياه الأمطار تجمع في هذا المكان، ومثل ما شفت الإبل تشرب أمامكم.
طبعا لو شفت هذه الصخرة بالتصوير بهذا الفيديو تقول صخرة عادية، لكن هذه الصخرة سكن فيها أقوام رحلوا، أسأل الله سبحانه وتعالى يتغمدهم بواسع رحمته، من مئات السنين. تعالوا أوريكم سكن الأولين والحاجة من الاختراع. طبعا هنا مهندس هذه الرحلة وشيخنا الحبيب الفاضل أبو عبد الله. حياك الله يا أبا حاتم، الله يحييك. تسلم. طبعا هذا مثل ما أسلفت إن المشاهد من بعيد يقول صخرة طبيعة عادية، ولكن عندما تقترب منها تجدها يعني مستفاد منها استفادة عظيمة. تمام، ندخل نشوف. بسم الله. طبعا نعم. أعطيني الإضاءة لو سمحت. يلا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله خليني أولعكم بس. يا سلام. تمام. طبعا ارتفاع السقف يكاد يكون 4 أمتار، يعني الآن مهما وصلنا مع الآن ممكن 4 أمتار. ومساحته ممكن من الباب إلى نهايته يقارب أكثر من 10 أمتار، في يمكن 6 أمتار تقريبا أو أكثر. طبعا هذا كان من يسكن هنا يدخل ماشيته بالذات الغنم المعزة ويقفل الباب، لأنه كان عليه قفل. هذا باب، كان باب يقفل، ويحط الحريم واولادها يسكنوا هنا في المكان هذا، والغنم واولادها يسكنوا في المنطقه هذه، وهو يعتري هذا السرير الطبيعي. اوه ينام على السرير ذا، هذا متطور ذا. طبعا هذا ينام يراقب السده، لو طلع منها ريحه سفر او هواء عارف ان فيه خلف الباب ناس يريدون ان يستسرقوا، لكن ما حد مستحيل يدخل هذا المكان ابدا. تقريبا قطعنا نص المسافة. الإبل في المقدمة واكرمكم الله الحمير. شوفوا يلا 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 اطلع، شد الحيل شد الحيل. بطون الشعب وفي سفوح الجبال لين مفرودها يصبح يضاهى الجمال. الله أكبر. طبعا المرتفعات هنا مشاهدي الكرام ما فيها أكسجين، وأنا أحس بالتعب لأني ما تعودت على طلوع مثل هالمرتفعات. يلا يلا يلا. يا زينها. من كثر التعب نفسي يطلع هنا ما شاء الله. يلا يلا. حياك الله ابو حاتم. تسلم. شكرا على هذه المرافقه وهذه الاخوه والزياره. تعبناك من اجل ماذا؟ من اجل انك تنقل ما يدور في هذه الجبال وهذه الاماكن من وطننا الغالي والحبيب. هذا واجب يا ابو عبد الله، نعرف المشاهدين على تضاريس مملكتنا الحبيبه، واللي مثلكم وامثالكم باقي محافظين على تراثنا، تراث الاباء والاجداد، فنقول بيض الله وجهك يا ابو عبد الله. أيوه هذا مزيج من الحاضر والماضي. طبعا هذا كان واقع الى عهد قريب نمارس الشيء هذا، جمالنا والحمير ونحرص بالبقر ونجيب اغراضنا قبل ينفتح الطريق. الطريق طبعا انفتح عام 1400 وصلنا هنا، ولا قبل كذا كان على هذه المواشي. يعني هذه وسيله النقل عند الاولين، عند الى قبل 40 سنه وهذه وسيلتنا. طبعا جاء الطريق هنا في المناطق هذه قبل 40 سنه. هذا الطريق مشاهدي الكرام اللي نمشي معه الان وتمشي معه القافله هو طريق الاولين، وكذلك طرق القوافل في التجاره، يجون من التهم يطلعون الى السرات فوق محملين بما يحتاجونه من اشياء او يقلبونها للاسواق، سواء كان من مواشي او من محاصيل زراعيه او كذلك السمن والعسل اللي يقلبونه للاسواق في اعلى هذه او قمم الجبال. نقلنا لكم مشاهدي الكرام رحله الطلوع الى قمه الجبل، وهي رحله زمن الاولين. طبعا في المناطق هذه يمكن شبه اندثرت هذه الطريقه الا مع الشيخ عطيه الثقفي، ما توقف عليه فقط. هنا احد الابناء المهندس
مهند عطية جندب الثقفي والنعم فيه. مبتعث في دولة الصين. ما الله، شوف يا جماعة الخير، ابننا مهند الثقفي أحد المبتعثين في الصين، ويدرس في طلب العلم، وما منعه من ممارسة في الإجازات هواية التسلق إلى قمم الجبال. بيض الله وجهك. وجهك. وهنا المربي والقائد، أعطينا بس انطباعك عن هذه الرحلة. والله يا أخي يعني ماذا أقول، يعني شيء لا يوصف. يعني يمكن أنت أول، يعني شوف الآن عمري تجاوز 60 والحمد لله متقاعد، ما عمري مر علينا مثل هذه الرحلة مع شرواك. شرواك من الطيب. يوثق وتوثيق يعني بمعنى الكلمة التوثيق الصحيح، يعني يكون تصوير يعني عادي أو لقطات يعني عادية يعني على أريحية حتى ولا ليس لها أي ترتيب، لكن عمل منظم وموثق ومنسق مثل هذه الرحلة ما مرت علي. تستاهلون. إن شاء الله أن تكون بداية خير لك ولنا وللمنطقة، وترى أو يرى من خلال يعني جهودك هذه يعني بعض الأشياء أو بعض اللي يحتاجونها أهل القرية، يعني حتى لو قطرة ماء الحمد لله تعمل. تمام. وفيه ملاحظة مشاهدي الكرام، انه كنت اتناقش انا وابو عبد الله البارح انه اي احد يبي يجي سياحة بالمنطقة، ابو عبد الله على تم الاستعداد، سواء كان من اجانب، من ابناء المملكة العربية السعودية، من الخليج، ويعيش هذه التجربة. ابو عبد الله يقول اهلا وسهلا. يا مرحبا باي شخص يجينا في هذه المنطقة، نخدمه ونرافقه في اي مكان يبغاه. وهذيك القرية مشاهدي الكرام قرية الأيكة اللي كنا فيها، وطلعنا بسفح الجبل الآن ولله الحمد قريبين على القمة، خلاص شارفنا على القمة 10% المتبقي. تبارك الله. اوه اي، عندما نقول له هذا اوه اي يعني روحي للمويه اشربي مويه. اوه اي اوه اي، عندما يكون في اخر النهار نقول اوه اي اوه اي اوه اي، تجي اوه اي تجي يعني امشي روحي. اوه اي يعني تعالي في العصر. اوه الصباح للمويه الناديه هذا. اوه اي اوه اي. مرحبا، حياك الله يا أبا حاتم صاحب قناة المسافر. تسلم. حياك الله، تعنيت السفر. طبعا احنا مثل ما أسلفنا ونقلنا لكم بداية الرحلة والمشوار اللي سلكناه، الآن وصلنا الساعة تقريبا يعني يمكن أكثر من 3 ساعات ونحن في طريقنا إلى الوصول إلى قمة الجبل. طبعا احنا في قمم أخرى نوصل إليها يعني سابقا، لكن اليوم اختصرنا على جزء منها، نحن وضيفنا وصديقنا أبا حاتم ومن يرافقنا. وصلنا إلى المكان الذي نسقي فيه الغنم والإبل والبقر، ومعنا هنا رواية نعبيها بواسطة لي قادم من أعلى القمم من جبل شهدان، من محل ما توصل وايتات، وعامل من هذه الليات. هذه الليات يعني 8 كيلو، وهي تعبر من الجبال وتغذي هذه الرواية. عندنا مكان هناك وصلت إليه الدواب الحاملة لعزبتنا وعدتنا. إن شاء الله عندما ننتهي من هذا المكان ننتقل إليها، ومحل ما نكشت ونجلس ونعمل غدانا إن شاء الله، وترون ما يرضيكم ويمتعكم ويمتع المشاهدين والسامعين. والجو بس كيف يا أبو؟ والجو درجة الحرارة يمكن 20. أنا تمنيت إني جبت فروتي من القصيم. درجة الحرارة يمكن 20 أو 18 هنا في هذه القمة. طيب هنا مشاهدي الكرام في هذه القمة وصلنا بالإبل والغنم والبقر والدواب أكرمكم الله اللي عليها أغراضنا والما اللي نشيله، حتى وصلنا ولله الحمد إلى القمة. من المصادفات من العادة أن نحن أصحاب البادية نضع لنا مصايد للنحال في الجبال في بعض الكهوف الصغيرة على مقاس الخلية، ومع طول الوقت تصيد لها نحل. وها هنا اليوم من المصادفات وجدنا هذا المكان صادت الخلية هذه أو المصيدة وفيها نحل، الحمد لله. إن شاء الله نجد فيه ما يودم الفطور والغداء بإذن الله من العسل، وإن شاء الله تشوفون. الآن ولعت نار هنا، ولعت نار على أساس النحل ما يعدي فينا ولا يقرصنا. عندما يروح ريحة النار والدخانة يهدى خلاص ويطمئن، لأنه عندما يحس لأن في وحوش تجي عليه
تأخذ العسل منه، فهو يبدأ مهاجمته. لكن عندما تجي النار يعرف أن في شخص يبغى العسل أو إنسان ويهدى ولا. بسم الله. هذه أحد المناحل الجبلية. الآن أبو عبد الله بيطلع لنا إن شاء الله سبحانه وتعالى عسل من العسل النادر. طبعا احنا عاملين عليها بنيان، لأنه تأتي بعض الوحوش المتخصصة في النحل، وأحيانا حتى القرود. أحيانا القرود تجي وتخلع الباب حق الولاج وتاخذ العسل، وذاك إذا كان النحل ضعيف، فنحن نضطر نعمل عليها احتياطات كبيرة. وهذه الخلية استخرجناها الآن فيها إن شاء الله بينها الصخر. ما شاء الله تبارك الله شايفين. تبارك الله. لا أبشركم الخير واجد. الخير نعم. شوف هذا كله ما شاء الله العسل، راس العسل. نعم. وأنت ما شاء الله محظوظ يا أبا حاتم. الله يبارك فيك. تبارك موفق. الرحمن. تبارك الرحمن. وأنت موفق ما شاء الله. شوف كيف يجيب الطريقة أبو. طبعا احنا نزيح النحل عن السكر على أساس ما يتأذى. طبعا احنا من العادة يكون عندنا ريشة طائر من الطيور، من النسور أو من ذاك، ونمسح بها كذا النحل. طبعا هو بلدي هذا. نعم بلدي في الجبل هذا، شايف الجبال. ويبدأ أبو عبد الله بقص راس العسل. بسم الله. بسم الله. أنا أكلمكم وأنا خايف يهجم علي. إن شاء الله ما دام أعطينا الأمان بالدخان ما يجينا منه إن شاء الله إلا العافية. بسم الله. بسم الله. شوف تبارك الرحمن. تبارك الرحمن. ممكن تقرب الكاميرا على هذا. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. بسم الله. امسك. ها. الله يخليك. عملية سبحان الله العظيم صعبة. ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا الوقت هذا ترى مو وقت عسل. إيه؟ لكن بحكم انه عسل نحل طبيعي في الجبال ولا حد يجي عنده، لان النحل عندما يجي عنده ناس كل يوم سبحان الله يبدا ينشف العسل او ياكل العسل الموجود. لكن هذا يعني يمكن من يوم ما جاء الى الان ما شاف احد، لان احنا اول ناس يفتحوا انا وانت. تبارك الرحمن. على الهواء مباشرة القرص اللي خذيناه سبحان الله العظيم منه هالخنية ما شاء الله مليان عسل. ها بسم الله. والله يا ابو حاتم نحن احيانا نلقى مصايد فيها زي كذا ونحصل فيها عسل 2 كيلو 3 كيلو. والله ناس يساومونا في الى 1000 ريال للكيلو. والله ما نبيع، يبقى للبيت للاولاد، لواحد يجينا شرواكم يشهد الله يساومنا ب1000 ريال في الكيلو. في هذا الموقع نحط الرحال في محل كشتنا وجلستنا للغداء. وطبعا فيه الغار هنا او الكهف يتسع لمجموعه من الاشخاص اكثر مما تتصورون. وان شاء الله ترون عندما ننزل الاغراض ونجلس هناك تشوفون المكان باذن الله. هذا هو غدانا المتواضع في هذا الموقع وفي هذا الغار في قمه الجبل نحن والمجموعه. يعني هذا الصيد اليوم. نعم صيد. كثر الله خيرك ابو عبد الله. يحييكم. الله يكثر خيرك. وهذا اقل مما يعني تستاهلون. الان وقت فنجان القهوه بعد ما جينا بهالمكان، مكان كشتنا بقمه الجبل. طبعا معذبنا الله يكثر خيره وخيركم اجمعين، ما خلى علينا قاصر قهوه والفطور والانعم ولله الحمد. لكن انا أحب القهوة الغامقة اللي تعرفونها قهوة المسافر. لذلك اليوم قهوة المسافر في قمة
هذا الجبل شهدان. جبل شهدان، ما شاء الله بهالموقع. الله يكثر خيرك يا ابو عبد الله. الله يسعدك يا ابا حاتم. واكتملت جلستنا ولله الحمد في موقع مكشاتنا في هالكهف مع الجروب المدهش، ابو ريان، ابو عبد الله، ابو احمد، ابو خالد، ابني مهند، عبد الرزاق، كثر الله خيركم. وهذه الذبيحه معلقه. هذه القصيدة للفارس نافع الحربي، وكان يردد منها الملك عبد العزيز بيت اللي هو يقول: ما ورد في جيشنا مثل الطويلة تورد الضميان لو فيها حفاتي. آتي. ناخذ منها كم بيت بس يقول: تمام. رواحان مثل القطا صوب الثميلة، ضمارا تضفي عليهن العباتي، والراد هنيت واخطاها الدليلة، والموارد غيره تمقضباتي، وما ورد في جيشنا مثل الطويلة الله. تورد الضميان لو فيها حفاتي. سلامتكم. انت سالم وصح لسانك وبيض الله وجهك. الخطة مشروع شوي مع الشقردية، ابو ريان وابو خالد، الله يبيض وجهكم. طبعا شبينا سلكم الله النار مثل ما تشاهدون على هذا النوع من الحجر اللي ينفع للشوي. وعلى بال ما يحتمي الحجر نوريكم ان شاء الله الخطوة الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحين بعد ما حمل الطبيق نقوم بالتنظيف، بعدها ننزل اللحم عليه. الطبيق طبعا الحجر. ايه الحجر. تمام. يسمى طبيق. هذه عملية التنظيف. تنظيف الجمر اللي عليه والرمادة. هذه قطعة شحم ينظفها سلمكم الله اللي هو الحجر. 4 شالوا الجمل والجمل شالهم. هذه عملية صف اللحم فوق الحجر الحامي، الله يجيرنا وإياكم من النار. اللهم آمين. يا عيني عليك. خلوا مرة واحدة وبيضوا. والله لا ينحرق. لا ينحرق الصفايا. أبدا علينا نهار السبت سدا كنت حبة البركة السمسم. وإلى هنا مشاهدي الكرام انتهت رحلتنا وكشتتنا في قمة هذا الجبل. أشكر الشيخ عطية ابن جندب الثقفي وأبنائه وأبناء عمه أجمعين، كثر الله خيركم والله يغنيكم من واسع فضله. هذه مشاهدي الكرام قافلتنا تحركت بالمؤن كما طلعت تعود. ختاما مشاهدي الكرام أرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ومشاركة الفيديو للغير، في دعمكم يهمنا.